السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه النهارده؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض فكره سهله وبسيطه لرمضان. في البدايه انا رسمت البطرون اللي عايزه انفذه على ورقه بيضه مقاس 4A. انا هعمل مسجد وجواه كلمه رمضان كريم. رسمته على الورقه البيضه لان البرواز هيكون في حجم او في مقاس ورقه ال 4A. فرسمت الرسمتين بالطريقه اللي انتوا شفتوها دي علشان ما الرسمه ما تكونش كبيره قوي او صغيره قوي على مقاس الورقه. خلاص، بعد كده بقى هستخدم ورقه بيضه تانية. ابدا ان انا ارسم بقى البرواز اللي انا عايزه احط فيه البطرون. انا قصيته بالشكل ده وهبدأ من تحت اديه حردة. تمام، بالشكل ده. خلاص كده حجم البرواز جاهز معايا. هثبته بقى على كرتون بالطريقة دي وهاخد المقاسات. تمام، هجيب بقى عصاية شيش تاوك وهبدأ ان انا الف بخيط الصوف كده. انا استخدمت الخيط الدرجة اللي هي البيج دي شوية او مدية على بني يعني. هبدأ ان انا الفها داير ما يدور كده حوالين عصاية الشيش تاوك كلها. تمام، تمام. بعد ما ثبته مسدس الشمع وهاخد كده طول البرواز اهو، بس مش هقفله. خلاص، بعد كده بقى هجيب قماش الخيش انا عملته اكبر شويه من حجم البرواز علشان اعرف اتنيه كويس حواليه اهو. هبدا ان انا اثبته كده بالطريقه دي. بعد كده بقى الزوايد دي هبدا ان انا اتنيها كده، اقصها واتنيها والزقها داير ما يدور حوالين الكرتون، قطعه الكرتون اللي هي المفروض البرواز بتاعي. الجزء اللي فوق ده بقى هبدا ان انا اتنيه الاول علشان ما ينسلش بالطريقه دي، وهقص الزوايد. تمام، هقص بقى الاجزاء اللي انا مش عايزاها. وبعد كده هبدا ان انا هلزقه على قطعه الكرتون بحيث يديني حلقه، يعني مش هلزقه خالص، هلزقه كده بحيث يديني حلقه من جوه فراغ كده. ابدا ان انا ادخل فيه العصايه بمنتهى السهوله اهو. انا مش مثبتاه قوي، انا سايبه فراغ علشان ادخل منه عصايه الشيش توك. هتوضح دلوقتي معاكم اهو. تمام اهو، هدخلها بمنتهى السهوله. وهبدا بقى اثبت الطرف الخيط دوت برضو بمسدس الشمع بالطريقه دي. نبدا بقى نجهز التفاصيل اللي هنحطها على البرواز ده. بعد كده بقى اجيب الباترون اللي انا عايزه اعمله. طبعا بما اني خدت حرده من تحت في البرواز فصغر معايا، في الجزء اللي فوق في المئذنه دوت انا هشيله. خلاص، بعد كده هستخدم قماش جوخ، وعلشان اللون الاسود انا هثبت كده قطعه سولوتيب على الباترون وابدا ان انا اقصها. دي اسهل طريقه، بدل ما استخدم اي قلم بقى ومش هيبقى باين قوي وكده يعني. خلاص، هثبته كده بالبلاستر وبعد كده هبدا ان انا اقص بقى علشان الباترون يثبت معايا واقص بسهوله يعني. خلاص، طبعا انا هقص البرواز كله وبعد كده هبدا افرغ كلمه رمضان كريم. بعد بقى ما قصيته بالشكل ده هبدا ان انا اظبطه بقى، لو في حته معوجه كده او كده هبدا ان انا اظبطه. تمام، بالطريقه دي. هجيب الباترون وابدا ان انا اهو زي ما قلت لكم الجزء اللي فوق انا هشيله واظبط بقى كده حجم المسجد علشان يبقى مناسب للبرواز اللي انا عملته. تمام، بعد كده بقى فرغت كلمة رمضان كريم وهقلبها واحطها على فوم جليتر لونه ذهبي، وهبدأ ان انا اثبتهم بالجلو اهو. هثبت جزء جزء كده بالجلو واقصه بقى.
خلاص افرغه بالمقص. ده شكله بعد ما انا فرغته. تمام، ده شكله بعد ما انا فرغته. كمان هجيب نجوم حجم كبير وحجم صغير، وهبدأ ارسم كده كام نجمة علشان ازين بيها. ودي مجموعة من الفوانيس انا كنت طبعاها قبل كده، فهبدأ بقى احدد الشكل المناسب كده للفوانيس. انا هستخدم الحجم الصغير وهيكون اشيك. تمام، هبدأ ان انا اقصه بالطريقة دي وافرغه برضو على فوم اهو. هجيب بقى فوم جليتر لونه ابيض وهثبت كده الفانوس، وهبدأ ان انا افرغه. بعد كده هجيب برضو فوم جليتر لونه اسود وهبدأ ان انا افرغه، وافرغه من جوه كمان، اللي هي الاجزاء البيضاء اللي جوه دي هبدأ ان انا افرغها برضو. طبعا استخدمت القطر علشان الاجزاء الصغيرة دي تظبط معايا. استخدمت الاول القطر علشان اعمل فتحات تبقى واضحة، وبعد كده اقصها بالمقص. تمام بالطريقة دي. وعملت من فوق للمئذنة دي، عملت لها شكل كده من فوق. هبدأ بقى ألزق الأجزاء الصغيرة دي، وطبعا هثبت الفانوس القطعتين فوق بعض. أنا حاولت رصيت النجوم ورصيت كل حاجة علشان لما ألزق تبقى كل حاجة في مكانها، وأظبط البرواز بتاعي. خلاص. بالجوخ برضو عملت قطع طويلة كده زي حبل. تمام، أكن الفانوس نزل منه. وبعد كده هبدأ بقى ألزق النجوم اللي أنا كنت عاملاها، وزعتها حوالين البرواز. تمام اهو، ثبت كل قطعة. كلمة بقى رمضان كريم هبدأ برضو ان انا اثبتها بالطريقة دي. هحدد الاول شكلها علشان لما الزق يبقى الزق في مكانها مظبوط اهو. هلزق بقى واحدة واحدة كده. بعد ما لزقت الكلمة بقى انا حسيت ان هي عايزة كمان زينة اكتر، فجبت بقى اللي هي الشراشيب دي، وهبدأ ان انا الفها كده داير ما يدور حوالين البرواز. خلاص. طبعا الزينة انا بديك الفكرة، والزينة ممكن تزيني بأي حاجة متوفرة عندك. تمام. بس كده، ده كده شكلها النهائي. شكلها حلو قوي قوي، ولما اتعلقت كمان شكلها جميل جدا. الحمد لله عجبتني جدا وعجبت البنات. اتمنى تعجبكم. قولوا لي تحت في التعليقات ايه رايكم فيها. لو عجبتكم فكره النهارده ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب. مع السلامه.